تشاو أميغوس، جملة مفيدة لا تذهب هذا المساء. معكم منى الشاذلي. كل دول برامج مختلفة والمذيع واحد، الأستاذة منى الشاذلي. ولكن هل منى الشاذلي أفضل إعلامية في آخر 10 سنين؟ يلا بينا. منى محمد محمود أحمد الشاذلي، مواليد ديسمبر 1973، خريجة الجامعة الأمريكية قسم إعلام، وكانت بداياتها الإعلامية في راديو مصر بالصدفة. اشتغلت في عدة برامج، ولكن بداية شهرتها كانت في برنامج لا تذهب هذا المساء، بفضل تعاملها مع الفنانين ومحاورتهم ومناقشتهم، وده ساعدها في بدايتها إزاي تناقش وتحاور النجوم. هي أصلا كانت بتمارس الإعلام من صغرها. من وانا في اولى ابتدائي جريد 1 كنت بمارس الاعلام، الاذاعه المدرسيه والصحافه المدرسيه والمسابقات، حتى وانا في الجامعه. يعني كنت بقدم حفلات الجامعه واجيب الجامعه كؤوس. انما وبعد كده في بداية سنة 2006 اشتغلت في برنامج العاشرة مساء كمقدمة للبرنامج، وكانت من أفضل الإعلاميين ثقافة ولبقة في الحديث. وبعد كده برنامج جملة مفيدة اللي كان متنوع، جزء ثقافي، جزء مقابلات، وجزء سياسي. وبعد كده سنة 2013 سابت الجزء السياسي وسابت البرنامج واتجهت لإنشاء برنامجي المفضل، معكم منى الشاذلي، اللي بالمناسبة شبه برنامج جملة مفيدة جدا بس بشكل جديد. من أسباب نجاح البرنامج هي طريقتها في الإلقاء وطريقتها في الحديث. هي كمحاورة عندها القدرة إنها تلحق الحلقة لو الضيف مش حواري ومش عارف يتكلم، أو بيتردد في الكلام كتير، وده بيبقى ليه أسباب كتير، منها هيبة الموقف، الجمهور اللي بيبقى موجود. هي بتعرف تتحكم في ده وتسيطر عليه، وبرضه ما بتجرحش الضيف بأسئلة شخصية، مريح للضيف نفسه بحيث إن هو يبقى واخد راحته. عندك مثلا برنامج الأستاذ عباس أبو الحسن، كان مستضيف فيه الأستاذ باسم سمرة، وكل ما يحاول باسم سمرة يقاطعه يوقف الكلام لحد ما باسم نفسه خرج عن شعوره. لما نتكلم على ممكن اتكلم التمثيل بعد اذنك؟ دي كل دي التمهيد بالتشخيص. ممكن ارد بقى ولا امتى هرد؟ هقول لك حاجه في بارت 3. منى الشاذلي ما بتعملش كده تمام. يعني مثلا عندك في حلقة مثلا كانت طالعة في بودكاست على اليوتيوب، المذيع سألها سؤال واحد، بص الرد بتاعها كان عامل ازاي. كيف حالك؟ الحمد لله على كل نعمه. بس لو عايز توصيف لحالتي الان، آه، عقل مشغول جدا، كل الملفات فيه مفتوحه. الملفات اللي لها علاقة بالموضوعات، الملفات اللي لها علاقة بالانتقال من قناة إلى قناة، الملفات اللي لها علاقة بالجزء الفني والارتستيكلي. إنما مع كل هذا الانشغال نفسه مطمئن الحمد لله. قدرت تطور الإجابة إن هي تاخدها لسياق أكبر وسياق ثقافي أكتر، تحس إن هو مريح لودنك. وبرضه ما قدرتش تسيطر على دورها الإعلامي لما جت حتة لازم تسأل فيها كإعلامية في البرنامج بتاعها، سألته في البرنامج بتاعه. عندي ولدين وطلقت كده. المهم طلقت ولا طلقت؟ شيء ما اعرف الفرق. لا يعني أنت الذي سعيت إلى الطلاق لا، أم الاثنين. هي التي سعت؟ طب هو ليه أنا لما بعمل إنجاز أو بعمل شيء كويس في سبيل الهزار بنقول استنوني مع منى الشاذلي؟ ليه مثلا ما بنقولش برنامج صاحبة السعادة أو برنامج العباقرة؟ نبتدي ببرنامج العباقرة. أولا العباقرة متخصص في العلم والطلاب المتفوقين، فدي شيء مش موجود عند أي حد، ومش كل الناس متفوقين في المعلومات، فده نقاش كده اتقفل. أنا بالنسبة لي أروح برنامج المسامح كريم أسهل من إن أروح من برنامج العباقرة، ودي حاجة بيني وبين الحاج. طب إيه الفرق بين برنامج صاحبة السعادة ومعكم منى الشاذلي؟ أولا لأن أستاذة منى لما بتجيب ضيف عمل شيء، مش لازم يكون فنان أو شخص مشهور أو شخص معروف أصلا، بس عمل نوع من انواع الترند الايجابي مش سلبي. عمرها ما بتجيب حد سلبي، بتجيب ترندات ايجابيه بس، او محايد اللي هو ولا فاد المجتمع ولا ضر المجتمع. هتقول يعني اسعاد يونس بتجيب حد سلبي؟ اقول لك لا طبعا، لكن اسعاد يونس ما بتجيبش غير فنانين ومغنيين ورجال اعمال، وفين وفين لما تجيب حد خارج النطاق ده. لكن استاذه منى مش كده، معظم الحلقه بتبقى اصلا فقرات لممثلين او مغنيين او للضيف الاساسي اللي جاي، او حتى ممكن تعمل حلقه كامله لاوائل الثانويه العامه او ابطال الاولمبياد. لازم أن تجيب الضيوف ممثلين أو أشخاص معروف. يعني مثلا شاب عمل فيديو عن أضرار المياه والفيديو فايرال جدا على اليوتيوب والفيسبوك، خليته يشرح نفس الفيديو في البرنامج. او التسمم المائي عشان نفهم مع بعض لازم نتخيل ان الدم بتاعنا بجانب المكونات الاساسيه بتاعته فهو بيشبه كوبايه الشاي، بيتكون من ميه و3 معالق سكر هنفترض اللي هم الصوديوم، ومعلقه واحده شاي هنفترض اللي هي البوتاسيوم. خلي بالك انا قلت لك في اول ايه ترند، استاذه منى مش بتجيب اي حد ترند، ولا استاذه سعاد يونس برضه. يعني مثلا مسلسل
مين صاحب آية؟ ده مسلسل فايرال على اليوتيوب في فترة من الفترات، ومسلسل لطيف وكوميدي. فأستاذة منى جت استضافتهم في حلقة وخلتهم يتكلموا عن المسلسل أو البرنامج اللي هم عملوه ده. لكن مثلا في مسلسل تاني أشهر منه وموجود فايرال أكتر على اليوتيوب اسمه نسر السين. فأنت لو قارنت بين البرنامجين هتلاقي نسر السين أشهر. بس ليه أستاذة منى ما استضافتهمش؟ عشان محتوى البرنامج عائلي، وحط تحت دي 100 خط، وده ترند سلبي يضر بالأسرة ويضر بالمجتمع. المسلسل ده أو البرنامج ده نسر السين عبارة عن شتايم أصلا. نوع الكوميديا اللي موجودة في المسلسل كوميديا الشتايم اللي أنا نفسي ما بحبهاش وضدها، عشان بتطلع جيل سباب. وفي حلقة عن الموضوع ده بالمناسبة. كمان في فرق آخر وهو المهنية. أستاذة منى في الأصل إعلامية، درس إعلام ومن بدء إعلام بقى أكتر من 25 سنة. لكن أستاذة إسعاد أصلا ممثلة وبقى لها فترة في الإعلام، فترة وجيزة ما تتقارنش بفترة مهنية منى الشاذلي. كمان أستاذة منى بتعرف تنقي وقت الحلقة ووقت نزولها والضيف اللي موجود في الحلقة. مثلا في الفترة الأخيرة ظهرت نتائج الثانوية العامة اللي كانت الدرجات مش ولا بد في معظم مصر. جابت أعتقد 5 ستاند اب كوميديانز، كل واحد فيهم جاب مجموعة غير التاني، من أول الثانوية العامة لأقل مجموعة مثلا 70-75%، عشان تفهم الجيل اللي طالع إنه ما ييأس وما يبطلش يحلم. في الآخر هتشتغل حاجة غير اللي أنت بتدرسها، أو ممكن تشتغل حاجة اللي أنت بتدرسها وتحبها وتتفوق فيها، عشان الثانوية العامة مش نهاية العالم. هي نفسها كان نفسها تبقى دكتورة، في الآخر اشتغلت إعلامية. انت دائما كنت تبين تكون اعلاميه يوم كنت صغيره؟ لا خالص. شو كنت تحلمين تكوني؟ بص انا كان نفسي ابقى دكتوره. اوكي. في النهاية عشان كده أنا بشوف إن منى الشاذلي أفضل إعلامية آخر 10 سنين، عشان بتعرف تفهم الجمهور وتوعيه، وفي نفس الوقت ما تضروش ولا تضر المجتمع بآراء سلبية. بس شكرا لكم، ده كان وقتي، كان معاكم أبسينيو، وأتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو إحنا على اليوتيوب نشترك على القناة ونفعل زر الجرس، لو على التيك توك ندوس على علامة الزائد اللي فوق، ولو على الفيسبوك نشترك في الصفحة. انتظروني في معكم منى الشاذلي قريب. السلام عليكم.